صباح الفل. عاملين ايه؟ النهارده هنعمل صينيه سمك، ما شاء الله حاجه ممتازه وجميله جدا وشكلها حلو قوي. هنعملها بطريقه صحيه حلوه جدا من غير قلي من غير زيوت. قبل كده عملنا المشوي، هبقى اسيب لكم اللينك في التعليقات. انما النهارده هنعملها صياديه جميله قوي كده في الفرن. قبل ما نبدا هنصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام، وهنشوف بقى الجمال ده هنعمله ازاي. عندي هنا سمك مكريل، هتشوفي طبعا الكمية اللي انت عاوزاها. هبدأ انضفه واشيل الراس، واغسله كويس واشيل كل الزعانف وانضف بطنه بطريقة كويسة جدا. هنا خلاص بعد ما نضفته خالص وغسلته بالدقيق والملح، وقطعت كل سمكة لقطعتين. بعد ما اغسل السمك لازم اعصر عليه ليمونتين كبار، واضيف عليه الملح، واسيبه حوالي نص ساعة لحد ما يتشرب الليمون ويتشرب الملح. هبدأ اجهز الاضافات اللي هضيفها على صينية السمك. اول حاجة عندي انا محتاجة هنا قرن فلفل احمر كبير وقرنين فلفل اخضر رومي، وعندي كمان هنا حوالي 3 حبات بطاطس مقطعين ترانشات، وجزرتين مقطعين صوابع، وبصلاية كبيرة، وفصوص توم. في الكبة عندي هضرب البصل مع التوم مع قرن فلفل كمان حامي ومع حبيتين طماطم صغيرين. ممكن لو انت مش حابة تضيف الطماطم عادي اختياري ممكن تشيليها. بعد ما ضربتهم ناعم هضيف عليهم معلقة كمون ومعلقة ملح، واقلب الخلطة دي كويس مع بعض عشان دي اللي هفردها على وش السمك وادخله بيها الفرن. هجيب صينية عندي هنا متوسطة وابدأ ارص شرايح البطاطس في الصينية واحدة جنب واحدة بالشكل ده، وبعدين ارص قطع السمك. انا السمك مش هقليه في الزيت ولا حاجة لانه كده بيستوي. ياخد في الفرن حوالي ساعة بالظبط ويكون مستوية كويس قوي، شاربة من التتبيلة اللي حواليها، والسمك مش بيتهري ولا حاجة، بيكون طعمه جميل جدا. بعد ما ارص السمك هجيب الخلطة اللي احنا عملناها. لو انت عايزاها حارة ممكن تضيفي كمان حبة شطة، لو انت مش عايزاها حارة ممكن شطة اختياري. هضيفها بقى على وش السمك واحشي كمان بيها اجزاء السمك. وما تنسيش تضيفي معلقة ملح تانية لان الخضار بيكون دلع فبيحتاج ملح كتير. بعد ما وزعتها كده بالكامل هجيب الفلفل عندي وشرايح الجزر وابدأ اوزعها برضو فوقيها. الله على الالوان، شكلها مبهج وجميلة جدا وكمان صحية قوي. هضيف معلقة زيت على الوش، لو انت برضو مش حابة تضيفي زيت خالص مفيش اي مشاكل، كده كده هي هتستوي وهيبقى شكلها حلو وطعمها جميل. هدخلها بقى الفرن على درجة حرارة عالية، ولو انت في الاخر حسيت ان فيها حبة مية ممكن احطها على النار كده مباشرة لحد المية اللي فيها ما تجف، وهشغل الشواية من فوق عشان تاخد معايا لون. هتاخد ساعة في الفرن وهتكون عندي بالجمال ده، جميلة جدا وطعمها حلو قوي ونكهتها روعة. قدميها بقى بألف هنا، ممكن لوحدها، ممكن جنبيها رز، ممكن جنبيها سلطة. في كل الحالات طعمها جميل جدا وشكلها حلو قوي. يا رب لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في قناتي وشير ولايك لكل اللي بتحبوهم، ودمتم يا رب دايما بصحة وعافية. شايفين ما شاء الله مستوية وجميلة ازاي؟ حلوة جدا، لازم تجربوها وتعتمدوها. من احلى واجمل صواني سمك اللي هتاكليها في حياتك.
تنسوش الاشتراك في القناة والشير واللايك لكل حبايبكم.